بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. كل سنه وانتم طيبين بمناسبه العيد الصغير، عيد الفطر. في العيد طبعا انا مش هنزل فيديوهات كتير قوي، يعني وصفات وكده. فانا النهارده عايزه افتتح المطبخ بتاعي، المطبخ الجديد، واوريكم جوله في مطبخي الجديد. اول ما بتدخلوا من الباب ده طبعا بتلاقوا نيلي عماله تدعبس. لا، تعالوا نرجع نتكلم بجد. اول ما بتدخلوا من المطبخ بتلاقوا وحدة الفرن، وكمان واخده جنبها الديب فريزر والمايكرويف. وحدة الفرن بقى دي انا عامله لها تحت الفرن على طول. الضرفه دي بتاخد او فيها ترابيزه عشان اشتغل عليها، وتحتها وحده تخزين. تعالوا بقى نشوف مع بعض. الاول وحده التخزين لسه ما حطيتش فيها حاجه، كلها طبعا 3 ادراج جنب بعض، تحت بعض سوري، ولسه ما حطيتش فيها اي حاجه. ال3 ادراج زي بعض، وطبعا سوفت كلوز. الدرج ال3 دول زي بعض زي ما قلت لكم. وده ضرفه كان المفروض تكون ضرفه عاديه، يعني بحط فيها حاجاتي، بس حاطه فيها انبوبه علشان الفرن، لان ما عنديش غاز هنا، عندي فرن. دي بقى الترابيزه اللي انا هشتغل عليها معاكم في الفيديوهات ان شاء الله. هشتغل على الترابيزه دي ان شاء الله، ونعمل بقى الوصفات بتاعتنا كلها تحت الفرن على طول. وانا اللي اخترت اللون ده علشان انا بحب اللون ده اشتغل عليه بدل الابيض. هقفلها بقى كده. طبعا هي سوفت كلوز برضو، والضرفه دي برضو سوفت كلوز، هسيبها كده بتتقفل. تعالوا بقى نشوف الفرن بتاعنا. ده الفرن طبعا لسه انا ما شغلتوش خالص. والفرن ده الحقيقه هو جاي لي هديه من واحده صاحبتي مصريه وقاعده في قطر، فهي حبت تجيب لي الفرن ده هديه. وطبعا ماركته بيكو زي ما انتم شايفين، هي جايبه لي هديه لما عرفت ان انا اعمل مطبخ جديد. تعالوا بقى نشوف الرف اللي فوق ده. تفتحه اهو. الرف اللي فوق ده يعني في حاجات مش بستخدمها كتير. بصوا الاجهزه الكهربائيه بقى، والمكنه بتاعه المكرونه، والمفرمه ما بستخدمهاش كتير، وشويه حاجات كده انا لسه سايباها في الكرتونه لان الازاز بتاعها ضعيف جدا. والحاجات اللي انتوا شايفينها دي، في حاجات ازازه ضعيفه سايباها كده بالكرتونه بتاعتها. طبعا ده الميكرويف والديفريزر. الميكرويف ده كان جاي لي هديه من صاحبه جروب المطبخ الاماراتي، حبيبتي اسمها ماجدة حاتم، وكانت جايبالي الميكرويف ده برضو هديه. تعالوا بقى نكمل بقى. ده المطبخ بقى، ده البوتاجاز، وده الحوض ده بتاعي القديم، عشان انا بحبه، عشان كبير ومساحته كبيره، فحطيته برضو في المطبخ الجديد. وتحته هنا طبعا وحده الحوض، هوريها لكم، نمشي كده واحده واحده. وحده الحوض دي انا مش حاطه فيها حاجه غير المنظفات بس، مش حاطه فيها حاجه تانية. المفروض كانوا يقفلوها، مش كده، مش مقفلينها من هنا، بس سايبينها كده منها للسيراميك بتاع المطبخ، وحاطه فيها المنظفات بس، حاجات او ادوات التنظيف. تمام. فوق بقى هنا للاطباق والكوبايات. طبعا البتاعه دي مش عارفه اسمها ايه، الرشاقه دي انا ما كانش عندي اصلا في المطبخ القديم، فهي يدوب واخده المقاس بتاع الاطباق اللي هي تقريبا مقاس 18 16، لكن مقاس 20 و22 مش بتاخده يعني. تعالوا بقى نروح عند الادراج دي. وحده الادراج دي بقى كلها التوابل بتاعتي، ملح والسكر والحبهان وكل حاجه يعني. تاني درج بقى ده بتاع الاطباق اللي انا بستخدمها على طول، الاطباق اليوميه اللي بناكل فيها. دي بقى حلل، بصوا دي الحلل بتاعتي، وفي طبعا حلل تانية، بس الحلل دي استخدامها مش كتير قوي. وحاطه معاها الحاجات اللي هي الذهبي، الطاسات الذهبي الحلوه دي كانت تسنيم صاحبتي جايبها لي، صاحبه موقع بيتوتي. عندهم حاجات حلوه جدا، واسعارهم على فكره مش ما غلوهاش زي السوق، لسه بالاسعار القديمه، وكان عندهم خصم. هسيب لكم اللينك تحت الفيديو. في التصوير النهائي في الفيديوهات، وكمان حاطه الميجر كاب بتاعي اللي هو الثلاث مقاسات. وبستخدم الحاجات دي استخدام خفيف، ده استخدام مش كبير قوي يعني. ممكن استخدمها لما نيجي برضو لو في اكل كتير، ممكن اطلع من الاطباق دي طبعا.
وده البوتاجاز. البوتاجاز ده فريش وسعره ما كانش غالي، كان تقريبا ب4000، ما كانش غالي. وتحت البوتاجاز زي ما انتم شايفين كده، الوحده دي ادراج، حاطه فيها المعالق اول درج والدرجين التانيين الحلو. اول درج اهو في المعالق بتاعتي، وحاطه هنا الكوستر اللي هو بيتحط تحت الحاجات السخنه، والحاجات اللي انا بستخدمها في يعني لما باجي اقطع، اجي احمر بتاع يعني الحاجات دي. وكمان المعالق اللي احنا بناكل فيها. تعالوا نشوف الدرج التاني ده حلل برضو، حلل وكسرولات، وكمان المصافي، كل المصافي هنا. ده حلل انا كنت شارياه من الكارفور، والطقم ده كان جاي لي هديه من برضو ماجدة حاتم بتاعه صاحبه جروب المطبخ الاماراتي. حاطه هنا بتاع المضرب او بتاع العجانه بتاعتي، وحاطه هنا شويه طاسات، والطقم اللي هو الجرانيت الحلو ده طقم تحفه، احلى طقم بستخدمه. ودي طبعا انبوبه، ملناش دعوه بالضرفه الوحشه دي. تعالوا بقى نشوف الضرفه دي. الضرفه دي حاطه فيها من تحت، حاطه فيها الخزين، يعني الرز، السكر، المكرونه، الزيت، ومن فوق حاطه البلاستيكات والصواني بتاعتي والطاسات اللي انا مش بستخدمها كتير، وكمان حاطه الكتل، يعني الحاجات اللي استخدامها خفيف او مش بستخدمها كتير، لان فتحه الضرفه دي يعني انا شايفاها مش عمليه قوي، فحاطه فيها حاجات مش هستخدمها كتير. حتى الخزين مش هفتح كل يوم، يعني انا باخد ده الخزين، يعني اخد كيس الملح واحطه في علبه من العلب. بصوا بقى الوحده دي، وحده الارفف دي هعلقها على الحيطه دي، بس هتكون فوق. قولوا لي بقى انا عايز، يعني قولوا لي واقترحوا لي احط عليها ايه. انا عايزه احط عليها حاجات زي ديكور كده، او ممكن تكون استخدام خفيف وتكون واحده جماليه، لان الحيطه دي فاضيه وانا مش عايزه ازحم المطبخ بتاعي. عايزه اجيب برده ترابيزه اشتغل عليها برده، تكون في المنطقه دي، يعني تكون محطوطه كده ترابيزه كبيره او عاليه عشان اشتغل عليها، وتكون الخلفيه بتاعتي المنظر ده، يعني الفرن مع الميكرويف والوحده اللي ورايا كده. فقولوا لي بقى ايه رايكم. نسيت اوريكم، دي التلاجة طبعا بتاعتي القديمه، وكنت عايزه اجيب تلاجة كبيره، بس الاسعار غاليه قوي دلوقتي فما جبتش تلاجة كبيره. وطبعا لسه بنضف، لان في حاجات برضو لسه بعملها، احنا لسه يعني مخلصين المطبخ، وابتديت ان انا افرشه يعني واظبطه، ووريت لكم الحاجات تقريبا معظمها. وبكده يا جماعه تكون الجوله في مطبخي خلصت. يا رب يكون المطبخ عجبكم، وهستنى رايكم وتعليقاتكم تحت الفيديو عشان تقولوا لي ازود حاجه انقص حاجه، يعني قولوا لي اقتراحاتكم ايه للمطبخ، ايه الحاجه اللي ناقصه فيه، وتقولوا لي اعمل فيها ايه. وطبعا اكتبوا لي تحت الفيديو برضو احط ايه في الارفف اللي انا وريتها لكم من شويه. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ويكون المطبخ عجبكم، وكل سنه وانتم طيبين، وعيد سعيد عليكم، وبتمنى لكم كل الخير وكل السعاده اللي في الدنيا كلها. وكنت معاكم رشا الشام. سلام عليكم.